قبل ما نبدأ ما تنساش يا حبيب أخوك تعمل لايك للفيديو لأنه بيفرق في انتشار الفيديو كتير. فيلمنا بيبدأ لما بنشوف مجموعة أصدقاء في رحلة تخييم في الغابات، وبنشوفهم بيلعبوا لعبة الأحكام، وبيجي الدور على غاري واللي بيحكموا عليه إن يصافح حالي قدامهم. ولكن بنشوف غاري بيستأذنهم إن الشراب بتاعه خلص وهيجيب غيره، وبيهرب بالطريقة دي من سؤالهم. وبنعرف إن غاري انفصل عن هالي، لكن محدش في صحابه كان يعرف. فبيقول لباكستون إن الموقف كان محرج بالنسبة له، فقرر إنه ينسحب من وسطيهم. ولكن بيفتح التلاجة فمش بيلاقي شراب يكفي باقي صحابه، فبيجتمع أصحابه كلهم وبيقرروا إنهم يدوروا على أي شراب موجود هنا في البيت. فبيستمروا في البحث عن المشروبات في كل مكان في البيت، لكن من غير فايدة، لحد ما رجليهم بتاخدهم لأوضة مقفولة بقفل ومكتوب عليها ابتعد عن هذا الباب. فبياخدهم الفضول عشان يكتشفوا الأوضة فيها إيه، وخصوصا لوكاس اللي بيكسر القفل والباب وبيدخل داخل الأوضة. وهناك بيفضل الفريق يتحرك داخل الأوضة اللي بنشوف فيها أشياء غريبة. وبنشوف لوكاس بيقف عند لعبة لسيدة اسمها مارا، ولما بيشغلها بنسمع صوت خارج منها بيقول: هل ترغب في أن تقرأ لك السيدة مارا إيه اللي هيحصل لك كمان شوية؟ ولكن بنشوف باكستون بعدها بيوصل لصندوق قديم في الأوضة، وبيقول لأصحابه: إيه رأيكم لو نلعب لعبة ورقة طاروت؟ وبنشوف هالي بتقرر إنها هي اللي هتقرأ ورقة طاروت لأصحابها. وبنشوف واحدة من أصحابها بتقول بسخرية إن جدتها دايما كانت بتحذرها من اللعبة دي. ولكن هالي مش بتهتم بالكلام بتاع كارول جدة ليزا. وبعد شوية بنشوفها مترددة إنها تعمل حاجة زي دي، ولكن بتضغط عليها ليزا وبيج، فبيقرروا إنهم يلعبوا لعبة الطاروت. وأول ما بتفتح هالي الصندوق تاني بتاع ورق الطاروت بتلاقي رياح شديدة دخلت المكان، فالكل بيلاحظ ده ولكن مش بيدوا الموضوع أي اهتمام. ولكن هالي ما زالت حدسها بينبئها إن دي علامة إننا ما نلعبش اللعبة دي، ولكن بتصر ليزا إنها تلعب. وعشان كده بتبدأ هالي توزع ورق الطاروت، وبتقول إنها الورق عبارة عن 13 ورقة بيتم توزيع 12 في المكان المخصص ليهم على لوح اللعبة، والورقة ال13 هي اللي بتكون في قلب اللعبة. وبعدها بتقول لها إن حظك بيقول إنك فضولية وبتحبي تعرفي كل حاجة بتحصل من حواليكي، ودايما طموحة وبتحبي النجاح. بس خدي بالك، لأن الورقة بتاعت الكاهنة الكبرى بتقول إن وقعتك من على سلم النجاح هتكون وقعة ساحقة. وبتسكت شوية ليزا، ولكنها بتاخد الموضوع بسخرية من الجزء الأخير اللي قالته هالي. وبيجي الدور بعد كده على واحدة اسمها مادلين، وبتكون برج الحوت. وبتوزع الورق هالي وبتقول لها إن برجك بيقول إنك متعاطفة ومتسامحة مع نفسك، ولكن ورقة الرجل المشنوق تشير إلى الاستسلام النهائي. وما بتكونش فاهمة مادلين الجزء الأخير، ولكنها مش بتهتم أصلاً. وبنشوف بيج اللي بتقول لها هالي إنها متسرعة وبتحب السيطرة. وفي الوقت ده بنروح لباكستون اللي بيكون في الحمام، وبنشوف إن في باب أوضة من الأوض بيتفتح وبيتقفل لوحده. فبيخرج باكستون من الحمام عشان يشوف فيه إيه، وبيتحرك ناحية الباب وبيدخل لداخل الأوضة وبيشوف شيء واقف في الضلمة ومش باين منه غير عيونه. ولكن فجأة النور بيشتغل وبيختفي، وفجأة فبيترعب باكستون لما النور بينور تاني وبيقفل الباب وبيرجع تاني لأصحابه. وبنشوف هالي بتقول لبيج إن ورقتها بتقول إنه سيتم سحبك في جانبين مختلفين والرؤية عندك هتكون ضبابية. وبيجي الدور على باكستون اللي بتقوله إنه بيحب أصدقائه كتير ودايما بيقف جنبهم، وبتقوله إنك أوقات هتحس إنك محاصر، بس افتكر إن لو في باب اتقفل عليك هتلاقي باب تاني هيتفتح لك، بس دور عليه. أما لوكاس فبتقوله إنه بيحب بس لازم يخلي باله، لأن المصباح اللي منور في المكان الضلمة هيوديه لمسار خاطئ. وبعدها جاري اللي بيحب هالي فبتقوله إنه متغطرس وبإيديه هيضير كل شيء، ولكنه بيقول لها انت كده بتتكلمي عن علاقتنا مش عن برجي، وبيسيبها وبيمشي. وبتقرأ فعلا برجها هالي وبتقول لأصحابها ان برجي بيقول ان الحب هو طريق موتي. وبالليل بنشوف ان صندوق التعرض بينور، وبنشوف كمان لقطات لدم بيسيل من شخص. وتاني يوم الصبح بنشوف الفريق كله بيستعد عشان يمشوا من المكان، وبنشوف جاري بيتصدم لما بيلاقي هالي بتركب العربية التانية ومش بتركب معاه. وبالليل بنشوف ليزا بتكلم صديقتها بيج وبتكون في الحمام، ولما بتخرج من الحمام بتلاقي سلم الصندرة مفتوح ومفروض لوحده. وهنا ليزا بتكون فاكرة ان في حد من صحابها بيهزر معاها، فبتقفله وبتمشي. واثناء ما بتكمل كلامها مع بيج بتسمع صوت شيء بيقع بصوت جامد بره الأوضة،
فبتتخض ليزا وبتقفل مع بيج وبتقول لها هترجع تكلمها تاني، وبتخرج لبره والنور بيكون مطفي، فبتفتح النور، ولكن قبلها بنشوف خيال لشيء غريب واقف وراها، ولما بتنزل الشيء بيختفي، ولكن بتشوف إن السلم موجود تاني ومفقود، فبتقرب منه وبتطلع لفوق، وبتكون فاكرة إنه حد من صحابها وبيهزر معاها، ولكن لما بتطلع لفوق مش بتلاقي حد، وفجأة بنشوف طيف بيعدي من قدامها وبيختفي، وبعد شوية بتسمع صوت جاي من تحت ولكنه بيروح تاني، وفجأة المكان كله بينور بالشموع، وبتشوف ورقة التاروت بتاعتها اللي قريتها لها هالي ظهرت قدامها، وفجأة وبتظهر الكاهنة اللي في الورقة وبيكون شكلها مرعب، وبتقع ليزا من على السلم، ولما بتفكر تجيب التليفون عشان ترد على بيج وتلحقها، فجأة بنشوف الكاهنة دي بترفع السلم وبتنزل بيه على ظهر ليزا مرة واتنين والتالتة بتقضي عليها. وتاني يوم بعد معرفة الخبر بنشوف إن بيج نفسيتها صعبة جدا، وبتضطر هالي إنها تقضي الليلة جنبها وبتودع أصدقائها، وجاري بيطمنها لو احتاجت حاجة تكلمه في أي وقت. وبنشوف مادلين ولوكاس بيودعوا بعض، وبتدخل مادلين للبيت وبنشوف لوكاس بيمر من جنب حارة وبيظهر فيها نفس الشيء المرعب ومعاه مصباح، وفجأة وبتصحى بيج من النوم مفزوعة وبتقول لهالي إنها كل ما تنام تحلم بليزا، ولكن بتطمنها هالي إن مفيش بإيديها حاجة تعملها وده قدرها. وبنرجع تاني للوكاس اللي بنشوفه في محطة المترو وبيكون وحده في الممر، وفجأة بيحس بشيء بيراقبه، وبعدها الأنوار من حواليه بترعش جامد، فبيقف ثواني وبيبص وراه ومش بيلاقي حد، فبيتحرك تاني ولكنه بيشوف في آخر الممر شيء اسود على هيئة شخص وماسك مصباح في ايده، وبيبدأ النور يطفي عليه، فبيجري الناحية التانية وبيلاقي ان النور برضه لسه بيطفي عليه، فبيهرب منه وبيوصل للباب اللي بيخرجه بره ناحية سكة المترو نفسها، وهناك بيفضل يندع على أي حد ولكن مفيش إجابة، وفجأة بيلاقي خبر موته في ورقة جريدة على الأرض، وفجأة وبيشوف الكاهنة ظهرت قدامه، فبيهرب منها للمترو المهجور عشان يستخبى هناك، ولكنها بتظهر تاني قدامه وبيتحرك لآخر المترو، وفجأة وبيخبطوا المترو اللي جاي من الناحية التانية. وبنشوف تاني يوم إن هالي وجاري مصدومين من خبر موت ليزا، وبعدها بتوصلهم رسالة بخبر موت لوكاس، ولما بتتحقق الشرطة معاهم بتتوصل إن للأسف مفيش دافع لجريمتين القتل اللي حصلوا لأصحابهم، وبالتالي بيقف تحقيق الشرطة على كده، وبتقترح بيج على أصحابها إنهم يفضلوا مع بعض الفترة الجاية كنوع من الأمان ليهم كلهم، وبيقول باكستون إنه خايف لحسن يكون القاتل مننا فين، ولكن أصحابه مش بيتفقوا معاه في الكلام ده، ولكن هالي بتربط الأحداث ببعض وبتقول لهم إن قراءة التاروت اللي عملوها من كام يوم هي السبب، وبتبدأ تشرح لهم إن ليزا ماتت بنفس اللي ورق التاروت قال عليه، إنها هتنزلق من على سلم النجاح وتسقط سقطة ساحقة، وهي دي كانت طريقة موتها. ولوكاس كمان كان مكتوب في ورق التاروت بتاعه إنه دايما بيكسر القواعد، وده اللي خلاه يكسر القواعد ويدخل منطقة محظورة في محطة المترو، وعشان كده مات. وبعدها بتاخد اللعب من باكستون وبتفضل هالي تبحث عن خبيرة في عالم التاروت، وفعلا بيلاقوها على النت وبيقرروا إنهم يتواصلوا معاها، ولكنها مش بترد، فبيقرروا إنهم يروحوا لها مكانها، وأخيرا بيوصلوا البيت عندها، وبيكون البيت في مكان بعيد وشكله مخيف، وبتخبط هالي على الباب وبترد عليها السيدة أستر وبتطلب منهم إنهم يمشوا من هنا، فبتقول لها هالي إنها واقعة في مشكلة وهي الوحيدة اللي هتقدر تساعدها، وبتقول لها إنها قرأت ورق التاروت لأصحابها ومن وقتها وهم بيموتوا واحد ورا التاني، فبتفتح الباب وبتطلب منها إنها توصف لها الورق ده شكله إيه، فبمجرد ما بتوصف له ليزا الورقة بتوصف لها أستر باقي شكل الورق، وبتسألها عن المكان اللي لقت فيه الورق ده، وبترد عليها إنه في مكان اسمه داكستر، وبتبدأ بعدها أستر تقول لها إن ده مش ورق التاروت الأصلي، وإن اللي هم لعبوا بيه ده ورق مسحور، وبتحكي لها الحكاية بتاعته، وبتقول لها إن سنة 1998 كان في 8 أشخاص توفوا بطريقة غريبة ومن غير أي دافع واضح للقتل، وأنا الوحيدة اللي نجيت من الحادثة دي، وبعدها اكتشفت إن أنا الوحيدة اللي قريت لأصحابي ال8 اللي ماتوا ورق التاروت، لكن ما قريتش لنفسي حاجة، ومن وقتها وأنا بدور على ورق التاروت ده بالذات عشان أدمره وأنهي اللعنة. وبتحكي لهم بعدها أصل الحكاية بعد ما بتوريهم صورة المنجمة اللي بتظهر لهم في الحقيقة، وبتقول لهم إن سنة 1980 كان الكونت جريس ومراته منتظرين مولودهم الأول،
وكان الكونت ده على علاقة بمنجمة قوية جدا، وكانت دايما بتقرأ ورق الطاروت للكونت، وكان دايما قرايتها بتنتهي إن زوجته والمولود لن ينجوا أبدا، وأمرها الكونت إنها تغير تنبؤاتها، لكن كل مرة كانت نفس النهاية، وإنهم للأسف ميتين. وساعتها بيقرر الكونت إنه يطرد المنجمة وبنتها لخارج البلدة. وبعد فترة ماتت زوجة الكونت وابنه اللي في بطنها، وبعدها اتهم المنجمة بإنها مارست السحر وقتلت مراته وابنه، وفضلوا يدوروا عليها لحد ما لقوا بنتها وقتلوها. ومن وقتها قررت المنجمة إنها تنتقم منه هو وأقاربه، ومارست السحر وقرأت ورق الطاروت ليه هو وأهله، ومع شوية طقوس مظلمة وشريرة وقتلت نفسها وربطت روحها بورق الطاروت والصندوق. وبعدها بفترة بدأوا يشوفوا إن الكونت اتقتل وجنبه ورقة الطاروت الخاصة بيه، وبكده نالت انتقامها منهم، وبتقول لهم إن من وقتها وأي حد بيقرأ ورق الطاروت ده بالذات بيتلعن، وبيطلبوا منها الحل. فبتقول لهم إنكم لازم توصلوا للورق ده والصندوق وتدمروهم. وبعدها بيتحركوا كلهم على المنزل اللي كانوا فيهم وقت الرحلة، وبيقول لهم غاري أكيد محدش من الناس أصحاب البيت هيسمح لنا ندخل وندور هناك. وبعد شوية بيلاحظ الجميع إن حركة العربية بطئت، وبتشغل مادلين الفيديو الخاص بيها لما كانت بتقرأ لها هالي الورقة الخاصة بيها من الطاروت، واللي كانت بتقول قراءتها إن التكنولوجيا هتبطأ. وده حصل لما العربية وقفت، ووجود سمكتين مع بعض، وده بيحصل لما بتترسم سمكتين على الإزاز اللي جنبها، وبعدها هتضطر تهربي. وده بيحصل لأنها بتقرر تهرب من العربية، لكنها مش بتسمع لها، وبتجري هالي وراها عشان تلحقها. وبنشوف إن غاري وباكستون وبيج بيلاحظوا إن في شيء بيتحرك بسرعة رهيبة حوالين العربية، لكنهم من سرعته مش بيقدروا يشوفوا. وفجأة وبعد شوية بيظهر لهم على طبيعته، وبيكون شكله مخيف جدا ومعاه حبل. وبعدها بيجري ناحية هالي ومادلين، وبيجري وراهم غاري، وبتشوف هالي الشيء ده بيتحرك ناحية مادلين، وبتفضل تترجاها إنها تقف، والشيء ده بيلف حوالين رقبتها الحبل، وبعدها بيسحبها لفوق. وبيشوف غاري وأصحابها منظرها ومنظر الشيء المرعب ده، وبيهربوا لبعيد. وبتقول لهم هالي إن مادلين ماتت بنفس الطريقة ونفس الورقة بتاعت الرجل المشنوق اللي كانت في ورق الطاروت اللي اخترتها. وكلهم بيقتنعوا إنهم لازم يرجعوا البيت ويدمروا الورق بتاع الطاروت، ولكن باكستون بيرفض كلامهم وبيرفض يرجع معاهم وبيسيبهم ويمشي. وبنشوف باكستون في الشارع وبيحس إن في حد معاه، فبيسرع من خطوته وبيبص حواليه مش بيلاقي حد. وبعد شوية بيوصل للبيت، ولكنه بيشوف شخص في المراية واقف بعيد وبيبص عليه، فبيلاقيه بيحرك جسمه 360 درجة. فبيترعب باكستون وبيقرر يدخل العمارة، وهناك بيلاقي الأمن بتاع العمارة في استراحة وهيرجع بعد ربع ساعة. وبيقرر يدخل الأسانسير وبيختار الدور الخامس، وبيفضل يراجع ورقة الطاروت الخاصة بيه في دماغه، وبيلاقيها بتقول إنه هيكون في مكان محبوس وضيق، ده يبقى الأسانسير، وأرقام تصاعدية، ودي الأدوار بتاعة الأسانسير. وساعتها بيعرف مصيره وبيفتح الباب عند الدور الخامس، وبيلاقي المهرج مستنيه هناك، وبيتقفل الباب وبيتفتح تاني. وبعد شوية الأسانسير كله بيبقى لونه أحمر، وبيتصل بأصحابه وبيقول لهم إنه محتاج مساعدتهم، والشبكة بتفصل. وبعدها بيظهر المهرج تاني، وبنروح لغاري اللي بيقول لهم إن تليفون باكستون مش بيرد. وبعدها الكل بيعرف مصيره، وبيوصلوا للبيت، وبتقرأ بيج على النت إننا عشان ننهي أي شر أو لعنة لازم نحرقها، فبيرموا ورق الطاروت في النار وكمان الصندوق، لكنهم بيلاحظوا إن مفيش شيء بيتحرق. وبتقول لهم هالي إحنا كده محتاجين مساعدة مستر. وبعدها بنشوفهم بيسترجعوا ذكرياتهم مع أصحابهم اللي ماتوا بفيديو كانوا مصورينه في البداية. وبعد شوية بتوصل مستر وبتبدأ تعمل اتصال مع العرافة، وبتحط حجر عند كل بطاقة من بطاقات الطاروت، وبتطلب إنها تتكلم مع العرافة، ولكن بعدها على طول بتقول لها إننا مش لوحدنا. وفجأة بنشوفها ظهرت عند النار ورا منهم، وبتقول لهم إنها بتعجز عن الحركة. وبعدها بنشوف إن العرافة بتاخد الصندوق وبتخرج منه ورق الطاروت، وبتقول مستر إن العرافة هتقلى ورق الطاروت الخاصة بيا. وبنشوف إن مستر عينيها بتحمر دم. وبعد شوية بنشوف ورقتها عبارة عن شخص نايم وفي ظهره سكاكين. وبعدها بتقول لها إنها أسفة، وبتتسحب ناحية
ناحية العرافة وبيهربوا كلهم من المكان، وفجأة بيلاقوا مستر بتقع قدامهم وفي ظهرها السكاكين، وبتنفصل بيج عن هالي وغاري، وفجأة بتسمع صوت هالي بتنده عليها وبتطلب منه إنها تساعدها، ولكن بنشوف هالي الحقيقية لسه بتهرب من المكان، وبيقف غاري وبيسأل عن بيج، ولما بيقرر إنه يرجع يدور عليها بيلاقي الساحرة في وشه، فبيرجع لورا، وبنشوف بيج لسه بتمشي ورا الصوت اللي بينده عليها، وبتدخل البدروم ولسه الصوت بينده عليها، وبيتقفل عليها باب البدروم، وفجأة بينكسر المصباح اللي منور المكان ومش بتشوف كويس، وبتفضل تتحرك لحد ما بتوصل لمسرح وفيه العرافة ولكن على شكل ساحر، وجمهور شكله مرعب موجود بيتفرج، ولكن بتحاول تهرب بيج ولكن بتقع في فخ أصفاد، وبعدها بتهرب بيج لداخل المسرح وبتشوف صندوق الساحر فبتستخبى فيه، وبعد شوية بتشوفه بيحرك الصندوق وبيطلعه بيه للمسرح، وبعدها بنشوف الساحر ماسك المنشار، وبتعرف بيج إنها الضحية وبيبدأ ينشر في الصندوق، وبعد شوية بيضيق الصندوق شوية وبينشر فيه، وساعتها بتموت بيج، وبنشوف هالي بتبكي عليها، ومن اليأس بتقعد هالي وغاري يسترجعوا ذكرياتهم، ولكن بتخطر لهالي فكرة إنها تقرأ ورقة الطاروت الخاصة بالعرافة وتعكس اللعنة، لكن بعدها بنشوف العرافة بتسحب غاري من الشباك وبترميه بره، وبتهرب هالي من قدامها، وكل ما تمشي في اتجاه بتلاقيها موجودة فيه، وبتدخل جوه الأوضة وبتستخبى بين الهدوم، ولما بتتأكد إنها مشيت بتخرج من الدولاب، ولكنها بتظهر من وراها وبتخنقها، ولكن بيوصل غاري وبيضربها بالحديدة، وبيطلب من هالي إنها تعكس اللعنة وتقرأ الطاروت للساحرة واللي بتظهر قدامها وبتخنقها، ولكن بتقول لها هالي خلاص اللعنة اتعكست ومصيرك هو الموت، وبنشوف بعدها إن كل حاجة بتتحرك حواليهم، وإن ورق الطاروت بيتدمر ومعاه العرافة اللي بتبدأ ترجع لأصلها تاني، وبعد شوية بتنتهي العرافة وبيخرج هالي وغاري من المكان وبيشوفوا عربية قدامهم، وفجأة بيكون باكستون وبيقول لهم إن في آخر لحظة ظهر صديقه تود وفتح الأسانسير واختفت العرافة، وبكده بينتهي فيلمنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. سلام.